السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأحبة ضمن هذا التقرير الشامل عن أقدم مدن المملكة المغربية وأعرقها وأكثرها أصالة، والمدينة التي تعتبر العاصمة الثقافية والروحية لبلادنا. بالطبع أنا أتحدث هنا عن مدينة فاس العريقة، والتي احتفلت في سنة 2008 ميلادي بذكرى مرور 12 قرنا على تأسيسها على يد إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة الدولة الإدريسية بالمغرب. وبالمناسبة هذه دعوة مني لكم جميعا يا محبي عالم السفر والسياحة أينما تواجدتم في مختلف مدن المغرب، ولكل من يتابع هذا الشريط، من أجل زيارة واكتشاف بعض معالم هذه المدينة التاريخية والتي تستحق الزيارة فعلا، وأن تقوم برحلة إليها. إذا لا نطيل عليكم أكثر، وسأترككم اللحظة بإذن الله تعالى لاكتشاف المزيد من المعلومات حول مدينة فاس في سياق هذا التقرير الذي أنجزته لكم خصيصا يا متابعين الأوفياء. إذا متابعة طيبة أتمنى لكم. فاس، هذه المدينة الضاربة في عمق التاريخ، هي من الحواضر العالمية القليلة التي لا تزال تحتفظ بسحرها وبطابعها المعماري والاجتماعي القديم الذي تشكل على امتداد قرون من الزمن. فرغم أنها تأسست منذ 12 قرنا، فإنها لا تزال تحتفظ بالسمات القديمة نفسها، وهي أحد المدن المغربية الكبرى الزاخرة بالتراث والتاريخ النابض في أركانها وتلالها ووديانها، والمشهورة كذلك بمعالمها السياحية والأثرية. تقع هذه المدينة في الوسط الشمالي للمملكة المغربية، وهي ذات موقع جغرافي متميز، فشرقها يوجد نهر وادي فاس أو وادي الجواهر، ويقسم فاس إلى قسمين هما عدوة الأندلس وعدوة القرويين. وتمتد مدينة فاس بقديمها وجديدها على مسافة 180 كيلومتر، وتحتضن أكثر من 2.5 مليون نسمة، وبذلك تعتبر هي ثاني أكبر مدن المغرب من حيث التعداد السكاني. ويعود الفضل في تأسيسها إلى إدريس الثاني الذي جعلها عاصمة الدولة الإدريسية عام 182 هجري، الموافق للعام 808 ميلادي. وبعد مرور السنوات أصبحت موطنا للأندلسيين الذين نزحوا من غرناطة إثر سقوطها. وتنقسم المدينة إلى 3 أقسام، هي فاس البالي والمدينة الجديدة وفاس الجديد. وتعتبر فاس العاصمة العلمية للمغرب وثاني أكبر مدنه مساحة، وهي أيضا مهد الإسلام وأول عاصمة سياسية للمغرب، حيث كانت هي العاصمة الرسمية للبلاد حتى عام 12900 وألف ميلادي، قبل أن تتحول إلى الرباط. ولكن هذا لم يقلل من أهميتها كأقدم مدينة في المغرب وأعرقها وأكثرها أصالة. كما صنفها موقع أديوس المتخصص في السفر والسياحة سادس المدن الأكثر رومانسية في العالم. التاريخ هنا بمدينة فاس ليس كتبا تدرس، وإنما حياة نابضة بروح الأصالة تقاوم زحف مظاهر الحياة المعاصرة من أجل حفظ ذاكرتها الغنية من التلف. وساعدها في هذا أن منظمة اليونسكو صنفتها سنة 81 وألف من ضمن التراث الإنساني الذي يجب أن يحفظ، إذ تعد المدينة القديمة في فاس أكبر منطقة خالية من المركبات والسيارات في العالم. ولمدينة فاس أسواق نابضة بالحركة وأزقة ملتوية تأخذ العابرين لكنز حضاري مجهول، وبها سوق العطارين، وهو أحد أقدم أسواق المغرب، والذي يحتوي على حوانيت للباعة العطارين تفوح منها رائحة الأعشاب والتوابل والنباتات الطيبة وحدائق الأندلس. ويتميز أهلها بالطيبة والكرم والوفاء والاحترام والترحيب بالضيوف الوافدين عليها، وتنتشر بها عادات وتقاليد مغربية كالأعراس المتوارثة عبر الأجيال وطقوسها، ويشعر السائح كأنه في منزله إذا خطى عتباتها، فيتشبث بها وبالبقاء فيها لفترة طويلة.
ومن أبرز معالمها نجد جامع القرويين، وهو من أقدم الجامعات في العالم، والذي أسسته فاطمة الفهري عام 245 هجري، وله جامعة علمية ملحقة به تعتبر مركز ثقافي وعلمي، وقد استقطبت الكثير من أهل العلم والأدب على مر العصور، وتخرج منها بعض علماء الغرب، كما درس بها الصفر العربي لأول مرة. وللمدينة 14 بابا، وقد ارتبطت بعض هذه الأبواب بأسماء المهن أو الأماكن التي تؤدي إليها، وجميعها تمثل جزءا من تاريخها. ويمكن أن أذكر لكم من بينها باب الفتوح، ويعد من أقدم هذه الأبواب، فقد كان في السابق نقطة تجمع وانطلاق الجيوش التي تتجه إلى الشرق. باب الماكينة، واسمه مأخوذ من مصنع الأسلحة النارية الموجود خلفه، يستخدم اليوم مكان المصنع القديم كفضاء يقام فيه سنويا مهرجان الموسيقى الروحية. باب أبي الجنود، أو كما يحلو لأهل فاس بتسميته بوجلود، فهو أكبر الأبواب، وما زال يحتفظ بزخرفته وطرازه المعماري الفريد،